السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. من داخل قرية الشعانية، حيث الأصالة، حيث العراقة، قرية الشعانية، كان لنا هذا اللقاء مع عمدة الشعانية. أهلا وسهلا بحضرتك يا عمدة. أهلا بك يا باشا. تعرف بحضرتك؟ السيد الأمين الصاوي سليم السمان، شهرته سيد الصاوي. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. عمدة قرية الشعانية. تقلدت منصب العمودية من إمتى؟ في 11/6/2006. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. طبعا الشعانية من القرى العريقة التي لها تاريخ ولها جذور أصيلة. تكلمنا عن الشعانية ومساحتها وأهلها وأهم ما تشتهر به. الشعانية سعادتك يعني هي آخر قرية في مركز نجا حمادي، محافظة قنا، ناحية الشرق. فآخر بلد هي بعديها اللي هي الياسنية بحري. أيوة. دي تابعة لمركز دشني. تمام. من الناحية القبلية. ويحدها طبعا من الشرق عزبة البوصة، وبعديها حمردوم وأبو حزام ونهر النيل آخرها من ناحية الغرب. تمام. وبجوارنا هنا طبعا قرية الصياد. واحنا جايين من نجا حمادي، في الاسفلت اللي هو الجسر العمومي، وفي الشعانية ناحية يمين وفي شعانية شمال. الشعانية أساسا أولها اللي هي من غرب السكة الحديد. أيوة. ولكن طبعا الناس بتزيد والبيوت طبعا قاعدة زي ما هي. فاضطرت الناس تسكن اللي هي شرق السكة الحديد. تمام. برضو بقت كد الشعانية بلد تاني. وفي وليها توابع فيها نجوع. هي الأساس اللي هي لا هي الشعانية دي اللي قديمة. هي تبدأ من كمين الشعانية حتى مصرف حمد. أيوة. تمام. فطبعا ليها توابع نجوع كثير. كانت تابعة لبلاد الأول. كانت انفصلت إداريا في سنة 48 أو 49. كانت تبع قرية الصياد. انفصلت إداريا. تمام. أهم ما تشتهر به قرية الشعانية بقى. طبعا زراعة القصب وزراعة القمح وزراعة الذرة الرفيعة والذرة الغليظة، دي أهم محاصيلها. في يعني عصارات قصب وكده عندكم؟ لا، عصارات القصب انقرضت. انقرضت دلوقتي. كله بيتعاقد مع شركة السكر والتقطير المصرية اللي هي مركز دشني. لكن يعني دشني. في بقايا مثلا عصارات ولا ما في عصارات أماكن فقط. أماكن فقط، لكن ما بتشتغل. لا، ما فيش شغل دلوقتي. غير بقى المصالحة والرحمنية لا، المصالحة والرحمنية فيهم عصارات شغال.